السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. النهارده السبت 19 نوفمبر. الاجواء اليوم في اسكندريه اجواء صيفيه بامتياز، رغم اننا في بدايه فصل الشتاء، ولكن الاجواء النهارده اجواء صيفيه. معظم الشواطئ من اول بحري الى المندره في ناس كتير في البحر بيعوموا، في ناس كتير على الشواطئ بيستمتعوا باليوم الجميل، بالشمس الدافيه، بالاجواء الرائعه اليوم في اسكندريه. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزله على اسكندريه. ما تنسوش تدعمونا بلايك من اسفل الفيديو. وللعلم في شواطئ خفضت رسوم الدخول، في شواطئ كانت في الصيف ب 10 جنيه اصبحت الان في الشتاء ب 5 جنيه. في تسهيلات كتيره جدا لزوار اسكندريه وضيوفها في الشتاء. يكفي ان الشواطئ فاضيه، الشوارع على البحر فاضيه. الشاطئ اللي احنا بنصوره فيه حاليا شاطئ العصافرة، منطقة العصافرة. شواطئها جميلة جدا، ولكن شواطئها حاليا قليلة. بسبب ايه؟ بسبب ان في حاليا مشروع نفق وكوبري 45 على شواطئ البروفاج. خلفنا في شواطئ خاصة، ف شواطئ منطقة العصافرة أصبحت قليلة جدا هذه الأيام. ولكن احنا خلفنا في شواطئ المندرة، المعمورة، المنتزه، أبو قير، أمامنا ميامي، بن مسعود، سيدي بشر، إلى أن نصل لراس التين. على شمال الصورة شارع البحر أو شارع الجيش، وصلك بعد كده لشارع جمال عبد الناصر، من شارع جمال عبد الناصر لشارع ملك حفني بحري، للقطر للعصافرة ابني. رسوم الدخول لشواطئ العصافرة اللي احنا موجودين فيها تتراوح ما بين 10 جنيه 15 جنيه للفرد، وفي شاطئ خاص للمدنيين والعسكريين رسوم الدخول ب 100 جنيه للفرد. لو نزلت النهارده اسكندريه هتلاحظ ان معظم الشواطئ فيها رواد، فيها مصيفين، ممكن اقول فيها مشتيين بقى، لان المصيفين كل سنه طيب روحوا، كل دول الموجودين مشتيين بيستمتعوا بجو الشتاء الجميل جدا جدا جدا. الاجواء في اسكندريه زي ما انتم عارفين او ما عندكمش فكره، يوم شمس، يوم شتاء، يوم هواء، سبحان مغير الاحوال. ده شارع الجيش او شارع البحر، شارع الكورنيش. على يمنا كده البحر، شواطئ العصافرة. ده شارع الجيش. احنا كده امامنا تطلع على بقى على نفق وكوبري 45 الجديد، منطقة ميامي، الى ان تصل الى راس التين. خلفنا لو انت راجع لورا هتبقى المندرة، المنتزه، المعمورة، تسن، ابو قير. شارع البحر، منطقة العصافرة بحري. فندق الوردة القديم، طبعا مكانه حاليا كافيهات. مدينة البعوث الإسلامية خلف فندق الوردة القديم. الأزهر الشريف، تحية للأزهر الشريف. شارع سلمان الفارسي وصلك على اليمين، طبعا من الشوارع المشهورة جدا في العصافرة، شارع سلمان الفارسي. ما زلنا في منطقة العصافرة بحري على البحر. أمامنا من الشوارع المشهورة شارع أطلس شمال، بنك فيصل الإسلامي في العمارة شمال. أمامنا فندق ريجنسي، شارع الملازم بسيوني. فندق ريجنسي له أيضا على البحر شاطئ خاص على شواطئ العصافرة بحري. ما تنسوش ادعمونا بلايك من أسفل الفيديو. للعلم كل الشوارع يمين الداخلية، الشوارع الفرعية توصلك لشارع جمال عبد الناصر اللي هو امتداد لشارع أبو قير، وكل الشوارع من شارع جمال عبد الناصر أو معظمها توصلك لشارع ملك حفني اللي هو شارع القطر، قطر أبو قير، منه للعصافرة. إلى هنا وصلنا لنهاية جولتنا، أتمنى نكون أسعدناكم. لو حضراتكم من عشاق صوت البحر أسيبكم الكام دقيقة دول مع صوت البحر، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى.